السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا هنشوف ايه شغلة النهاردة هنعملها يا حبايبي. نغسل البطاطين مع بعض. اظن انتوا شفت كده ايه البطاطين متكومة كده يا حبايب قلبي، بقالها كذا يوم، وطبعا في الراحة والجاية بصوا مكعبلاني ومضايقاني. وهنغسل هدوم كمان يا حبايب قلبي، مشغلة الغسالة العادية هون الحمد لله. الله المستعان. ونبدأ بقى نعمل ايه روتين جامد كده ونشاط جامد كده مع بعض. دخلت الحمام كده يا حبايبي، مليت الطشت. طبعا اصحاب البانيوهات يخلوكوا في جنب، محدش يتريق. ده البانيو بتاعي. حطيت الطشت كده يا حبايبي. اصحاب الطشوت بقى يجوا معايا. حطيت الطشت وحطيت فيه الاريال، تمام. ونزلت بقى بايه باول بطانيه كده يا حبايب قلبي، تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى يا حبايب قلبي. هنغسل بقى بطاطين النهارده كده مع بعض، وهنغسل هدوم. وطبعا هنعمل بقى ايه كمان هنمسح التكييف بتاعنا وهننضفه وايه، ونوريكم بننضفه ازاي يا حبايب قلبي. كل حاجه نعملها بايدينا. طبعا ما عادش الزمن دون بقى ان احنا نجيب حد يجي ينظف ولا صيانه ولا يغسل بطاطين ولا الكلام ده كله. لازم كله بايدينا، تمام. هنغسل بقى الايه، ننزل كده الميه على البطانيه وننقعها شويه. وطول ما احنا رايحين وجايين ندوس في الايه في البطانيه. هي كده ايه النهارده هنشتغل كله بالرجلين. هندوس في البطاطين بتاعتنا وننضفها كده يا حبايب قلبي مع بعض. طبعا انا ما بعرفش اعين البطاطين، في ناس بتعينها كده متوسخه للسنه لما ايه الشتاء الجاي يجي يغسلوها. لا انا ما بعرفش، انا بغسلها كده يا حبايب قلبي وبعينها في الاكياس بتاعتها، او اغطيها في الدولاب، او اغطيها بجلابيه قديمه او بحاجه ملايه قديمه او كده، بحيث ان هي ما تتربش معايا. وساعه ما الشتاء يهل علينا تاني اطلعها تتهوى في الايه في السطح، على السطح في الشمس، تاخد شمسه وهوا وكده، ونستغطى بها عادي يا حبايب قلبي، تمام. فطبعا ما بعرفش اعين الحاجه تكون وسخه، لا بحس ان كده ايه حاجه صعبة يعني بالنسبة لي. شايفين ان منزلة ايه يا حبايب قلبي؟ طبعا انتوا عارفين ان احنا في دور ارضي والتراب ما شاء الله اهو. هننزل بقى ايه غسيل بقى في البطانية بتاعتنا كده. وطبعا واحنا بنغسل شوية اطلع دور غسيل من الغسالة، شوية اكنس المكان وانضفه. فزي ما انتوا شايفين بقى همسك البيت اكنسه. طبعا ايه يعني مش هشيل بقى فرش ولا هشيل الكلام ده، لان طبعا اليوم صعب، غسيل بطاطين وغسيل هدوم. فهكنس بقى ايه بالسجاد كده من على الوش. هكنس بالمقشه الخشنه الاول السجاده، وبعد كده بقى يا حبايب قلبي الم التراب واللي طلع منها كده. وايه هنعمل ايه؟ هناخد شويه ميه من الغساله، او انت تعمليهم شويه ميه باريال بكلور بمعطر باللي عندك، تمام. وهنعمل حركه جميله كده يا حبايب قلبي تخلي البيت كله ايه بيطلع روايح كده جميله يا حبايب، تمام. هنعمل ايه يا ام لمار؟ هنجيب شويه ميه ونحط عليهم شويه اريال وشويه كلور، ونحطهم في طبق كده يا حبايبي، وبالمقشه الناعمه بتاعتنا، تمام اهو. نيجي مسحين مسحه كده ايه كانك بتكنسي تاني على السجاده بتاعتك. شايفين اللمعان بقى وكانها لسه مغسوله يا حبايبي اهو ما شاء الله بتنور. وهنا كان غسيل طبقته لاولادي عشان خاطر ياخدوه يعينوه في اوضتهم. عفوا. بعد كده بقى يا حبايبي ايه طلعت بقى اغسل اكنس قدام البيت، عشان طبعا لما انشر يكون الايه الحته نظيفه قدام البيت، وايه وارشرشها ميه بحيث ان الترابه والعفاره تنام مش تطلع على الهدوم بتاعتي، تمام اهو. هو قدام البيت ما شاء الله نضيف لان في رمله وكده ورتش، فمش فيه مش وحش يعني. فبس برضو ايدينا فيه كده علشان خاطر ايه يكون نضيف على طول. ما هو قدام بيتك دون هو عنوانك. لو قدام بيتك وحش مش نضيف، بيتك من جوه هيبقى نضيف ازاي اهو. هننضف كده حبايبي بقى وايه، وهنشوف غسلنا. شايفين ما شاء الله نشرت الهدوم قد ايه، غسلت غسيل قد ايه على الغسالة العادية اهو. ونشرت البطاطين بتاعتنا بسم الله ما شاء الله فل اهي شمعة منورة اهو.
ايه رأيكم يا حبايبي؟ استاهل لايك بقى ولا ما استاهلش؟ اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا بقى يحط لي لايك وكومنت جميل منكم كده يحفزني. ربنا يخليكم ليا يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. شايفين الجمال اهو. وهنا بقى كنت بسوق بعد ما شلت الهدوم بقى اخر النهار، بوريكم البطاطين يا حبايب قلبي كده. وهنا بقى جوزي ايه قال ايه تعالى عشان الجو بقى حر قوي، تعالى نعمل التكييف نمسحه وننضفه علشان خاطر ايه نشغله. فطبعا ايه هو طبعا دي مسؤوليته هو، انا ماليش دعوه انا ما بطولش اساسا فهو بقى ايه مسك القطعه الداخليه كده يا حبايبي ينضفها. وهنا محمد كان بينصب السرير لاخواته. طبعا نقلت السرير بتاعهم من الاوضه التانية لانها حر جدا، علشان خاطر ايه ان احنا كلنا ننام في اوضه واحده، نقعد في اوضه واحده مع بعض عشان نشغل فيها ايه التكييف يا حبايبي. تمام. مش واحد بقى ياخد التكييف لوحده والباقيين ايه لا، فاحنا بنحطه كده وننام في الصيف وننام كلنا ايه في التكييف يا حبايبي مع بعض، لان الجو بيبقى حر جدا فما بنستحملش، البيت كله بيبقى حر. فطبعا هنا بقى ايه جوزي قعد ينظف فيه وكان عايز يفكه خالص. فانا قلت له لا، بدل ما ايه ما يعطل مننا ولا ما نعرفش نركبه تاني. فهو نظفه كده من بره وشال الفلاتر بتاعته غسلناها. وطبعا ايه خلصناه من جوه، طلعنا بقى ايه بره على القطعه الخارجيه اللي بره. كان طاير حاجات كده عليه من فوق من السطح، شالها كده بالشكل دون. وبدأنا ننضف فيه حبايبي. هنفضه الاول بالبلاور او ان انت تنفضيه كده كويس من الترابه، وبعد كده بقى ايه نشغل عليه الخرطوم وتغطي في قطعه كده كبيره فيها الكهرباء، قطعه الكهرباء اللي جوه في قلب القطعه اللي بره، تغطاها بكيس كده او بحاجه علشان خاطر ايه الميه لما تنزل عليه ما تنزلش على الكهرباء وتبهدل الدنيا. وطبعا في الاول تكوني فاصله الكهرباء تمام تمام يا حبايبي اهو. فيبدأ بقى ننفضها كده ويشيل اي تراب او اي حاجة عليه. وهنا كان بيحاول يفك الغطا من فوق علشان خاطر ايه يغسله كويس من جوه. تمام. يغسل المروحة بتاعته من جوه ويغسله كويس من جوه. بيجيب يا حبايبي ما شاء الله ايه. وهنا كنت بوريكم بقى المناظر الجميلة اللي حوالين البيت يا حبايبي كده. ودي الحتة اللي احنا هنزرعها ان شاء الله مع بعض اهو. وهنا بقى ايه كان بيفك الغطا اللي فوق. يلا بقى يا حبايب قلبي، عايزه بقى ايه لايكات كتير واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. انا بحبكم وبدعمكم، ربنا يكرمني وهوصل بيكم يا اغلى متابعين داخل مصر وخارج مصر. خلص كده حبايبي ونضفه اهون ونفضه كمان وعاد عليه بالفرشه اهون تنفيض من التراب الاول. شايفين المنظر والجمال؟ بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم بقى في سحر الطبيعه دي اهو؟ استاهل لايك بقى ولا ما استاهلش؟ طبعا لازم نعمل ايه نوفر يا حبايب قلبي ونعمل شغلنا بايدينا، مش كل حاجة بقى هنجيب الفني والناس بتيجي بتستغل اقسم بالله. بيجوا يعني ما بيعملوش اي حاجة وبتستغل الظروف والناس يعني ربنا اللي يعلم بيها. شغلنا بقى الخرطوم كده حبايب قلبي وايه ونزلنا على التكييف بتاعنا برضو مع الحفاظ على ايه على الكهرباء. خلي بالك من المكان اللي بيبقى في الكهرباء من فوق، بتبص عليه كويس وتغطيه. وبعد كده ينزل بقى ايه بالخرطوم كده يغسلها كويس. شايفين بقى المية نازلة ازاي عادي خالص، ما تخافيش ولا اي حاجة. وبس ما تشغلوش بقى خالص الا مثلا ايه بعدها بساعتين 3 ما ينشف نهائيا يا حبايب قلبي تبقى ايه تشغليه. تمام. وده كان فيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم بقى الفيديو والمحتوى بتاعي شجعوني واشتركوا في القناة بتاعتي. بحبكم في الله واسيبكم في فيديو جديد وفي رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.